السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثقوب السوداء هي واحدة من أغرب الأشياء اللي موجودة في الفضاء، وعدد كبير من محبي الفلك دايما بيخطر على بالهم سؤال: يا ترى إيه اللي ممكن يحصل لو حد فينا قدر يوصل لثقب أسود، بل لو إنه حتى دخل جواه؟ وهل في فرصة إن واحد ينجو من حاجة زي كده ولا لأ؟ نجم ضخم جدا بيوصل لنهاية حياته وتبدأ كل طاقته تفنى وما يقدرش يحافظ على هيئته النجمية أكتر من كده. وقتها بيبدأ في الانهيار وينفجر وبعدين ينكمش على بعض ويكون كتلة جاذبيتها عالية جدا في حجم صغير. كل ما كان النجم أكبر في البداية كل ما كان الثقب الأسود اللي بيتخلف عنه بيكون كبير. يعني ببساطة كده نقدر نقول إن الثقب الأسود بيتولد لما نجم كبير بيموت. اما عن مصيرك لو وقعت جوه ثقب اسود فده يحدده انت وقعت في انهي نوع من الثقوب السوداء. الثقوب السوداء بيتم تصنيفها لثلاث انواع. اول نوع منهم واللي يعتبر اصغرهم كتلته ممكن تساوي كتلة شمسنا حوالي 20 مرة، واللي يقرب بقى من الثقب ده هتحصل له حالة من التمدد بيطلق عليها الاسباجيتي او الاسباجيتيفيكيشن، وايوه متسميه على نوع المكرونة اللي كلنا عارفينه. اللي بيحصل وقتها ان التمدد بيزيد جدا من ناحية والضغط بيزيد من الناحية التانية. يعني لو واحد وقع برجليه الاول رجليها هتفضل تتشد وتتفرد كأنه حتة عجينة بتتفرد، وقبل ما يوصل لمنطقة افق الحدث او الايفنت رايزن هيكون ممزق تماما وملهوش اي وجود. ومنطقة افق الحدث هي المنطقة اللي بتبقى فيها الجاذبية قوية جدا واللي نقدر نقول عنها منطقة اللي يروح ما يرجعش. اما بقى لو كان اللي واقع ده سعيد الحظ ووقع في ثقب اسود عملاق واللي عادة كتلته بتوصل لملايين من كتلة شمسنا، فالثقب ده هيوفر له مغامرة اطول شوية من اللي فاتت. في البداية الشخص ده هيعدي منطقة افق الحدث وهيعدي وجسمه سليم كمان، لان الجاذبية هناك هتسحب كل جسمه مع بعض بنفس القوة. وهنا بقى هتبدأ المغامرة. هيفضل يسقط جوه الثقب الاسود لحد ما يوصل لنقطة التفرد او السنجلاريتي، وهي النقطة اللي بتكون جوه مركز الثقب الاسود نفسه وبتكون كثافتها لا نهائية. عند الوصول للنقطة دي الشخص ده والثقب الأسود هيبقوا حاجة واحدة، وللأسف مش هيقدر يحكي اللي حصل معاه لأنه مش هيبقى موجود. لكن الغريبة بقى إن لو في شخص على بعد ملايين الكيلومترات ومعاه تلسكوب يقدر يبص جوه الثقب الأسود، وقتها تجربته هتبقى مختلفة خالص. كل اللي هيشوفه هو صورة للشخص اللي دخل ده بتتحرك بسرعة بطيئة جدا جدا جدا. بعدها الصورة دي هتبهت وتتحول للون الأحمر، وآخر مشهد هيكون موجود إن الشخص اللي دخل جوه الثقب الأسود ثابت في مكانه، وده لأن الجاذبية المهولة للثقوب السوداء بتأثر على حركة الزمن بشكل كبير. أما بقى الشخص اللي يقع جوه الثقب الأسود ده الثانية أو الكام ثانية أو الكام جزء من الثانية اللي هيفضل عايشهم قبل ما يموت، لو كان معاه حاجة يقدر يشوف بيها بره الثقب الأسود العالم من حواليه، هيحس إن العالم كله من حواليه بيتحرك بسرعة. واما بقى النوع الاخير من الثقوب السوداء اللي هي الثقوب المتوسطة لحد دلوقتي